السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت العديد من الصفحات الناشطة على موقع الفيسبوك منذ ساعات صورة لشاب يدعى سيف الدين دعاس، وذكرت المصادر أن هذا الشاب كان من المشاركين في عملية البحث عن الفتاة المختفية مروى بوغشيش خلال فترة اختفائها، وأنه هو الجاني الحقيقي الذي قام باستدراجها وقتلها وتقطيعها ورميها في غابة جبل الوحش. لكن أحد المؤثرين والذي صور الفيديو الذي ظهر فيه هذا الشخص خرج للرأي العام وأكد أنه لا علاقة له بالحادثة، وأنه تم اتهامه باطلا من قبل أصحاب الصفحات من أجل الحصول على تفاعل. السلام عليكم خوتي. بنوضحوا الصوره برك على جريمه القتل تاع بوغاشيش مروه. راهو القاتل اللي قتلها وما كانش فيه نصنا خوتي. النداء اللي درتو انايا درتو النداء الاول اللي درتو في البلوك تاع الباطمه مع امها ومع خالها، راهو ماهوش معنا في المجموعه هذيك اللي قاتلها وداوه العداله وداوها وخدا لها الجزاء تاعو وتكفلوا به، راهو في الحبس. وهذوك الناس اللي قاعدين يخرجوا في البلبالي ويقول لك اللي قتلها وكان معاه من تما او ما كانش معنا خوتي. راني دوك نحط التصويره نخلي لكم هذيك المجموعه اللي كانت في البلوك راهو ما كانش معنا، بركونا بلا دعايات وبركونا بلا تشويش. خليو العداله تخدم، خليو التحقيق يجري مجراه كما يقولوا. وبارك الله فيكم. السلام عليكم. الكثير من المواطنين يطالبون الآن بتطبيق حكم الإعدام في ساحة عمومية وأمام الناس، باعتباره السبيل الوحيد لردع مثل هذه الجرائم البشعة، فكل تأخير في تحقيق العدالة يعد خذلانا للضحايا ولأمن المجتمع.